السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معانا حاجة حلوة. هنعمل معانا كيكة دقيق الذرة. وما تستغربوش من العنوان ان انا كاتبة بمكون واحد هنعمل احلى كيكة. ليه؟ لاني وفعلا هي حاجة واحدة اللي زودتها عن المكونات الطبيعية العادية، هي اللي هتخلي معايا كيكة طعمها جميل وخفيفة وهشة وعالية، وهنشوف دلوقتي. بس قبل اي حاجة نصلي على الرسول، ومننساش نعمل لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلك معايا كل جديد. هنقول اول حاجة المكونات ونقول هنعملها ازاي. معانا المكون الاساسي بتاع الكيكه النهارده هو دقيق ذره الاصفر. دقيق ذره اصفر هو بيبقى شكله كده، الكيس بتاعه اهو، يعني باختلاف شكل الكيس بس هو بيبقى اسمه دقيق ذره اصفر. بتجيبيه من الهايبر، من عند العطار، مستلزمات الحلواني، اي مكان متوفر فيه تقدري تجيبيه معاكي ومش غالي يعني. هيخلي معايا الكيكه هتبقى هي المكون الاساسي في الموضوع هو ايه؟ دقيق الذره الاصفر. بناخد كوبايتين دقيق اصفر قصادهم كوبايه دقيق من اللي هو العادي، تمام؟ بتبقى نوع نضيف انت عارفاه ومستعملاه بتجيبي منه. وبيبقى معانا تانك اللي احنا عارفينه كويس قوي بتوع العصير اللي هو تانك، هناخد منه ايه؟ شويه برضو، معلقه او معلقتين، تمام؟ ومعايا كوبايه سكر، ومعايا لبن رايب اهو، ومعايا هنا 4 بيضات، ومعايا ربع كوبايه زيت اهو، ومعايا كيسين فانيليا وكيس بيكنج باودر. مكونات سهله وبسيطه وخفيفه مش مكلفه، لان برضو احنا مش هنعمل كميه كبيره، حاجه كده على قدنا. وهنجرب ونشوف معاكم، هتشوف ازاي الكيكه دي الذره دي في منتهى يعني خفيفه جدا وسهله وطعمها جميل قوي، وهتبقى ايه؟ هشه كده وطريه. وهنشوف مع بعض المكونات. طبعا احنا معانا مكونات سايله ومكونات ايه؟ جافه. فاحنا بنقسم ايه؟ المكونات الجافه اللي هي دقيق الذره والدقيق العادي والبيكنج باودر، كلهم هنحط ال3 دول مع بعض، والحاجات اللي هي السايله هنحطها مع بعض. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه هيبقى معانا، هنجيب درق الخلاط زي ما انتم شايفين اهو، او ده درق الخلاط. هنحط معانا 4 بيضات، تمام؟ ومعانا كوبايه السكر اهي، نحطها كلها بس اهو. عايزاها مسكره قوي قوي، عايزه تزودي سكر شويه كمان، دي براحتك، بس انا شايفه ان ده الكميه دي معتدله معاها كوبايه السكر، تمام؟ هنحط كمان ربع كوبايه الزيت، هنحط كمان الكيسين الفانيليا اهو. وطبعا ملحوظه انا نسيت اقولها، انا مسخنه الفرن دلوقتي اهو درجه حراره متوسطه، وببدا كل ده المكونات السايله اهو كلها مع بعض، ماشي كده؟ المكونات السايله مع بعض. عندي هنا اللي هو الكيس التانك اللي انا قلت عليه ده هو معلقتين، يعني هو مقداره معلقتين، فهحطه كله اهو، تمام؟ وعندي كمان اللبن الرايب اهو، هفضيه بمعلقه اهو، خلاص كده تمام. يعتبر كده انا حطيت المكونات السايله كلها مع بعضها، هضربها في الخلاط وارجع لكم تاني عشان اقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا اهو يا جماعه. انا دلوقتي ضربت كل المكونات السايله مع بعض. هنبدا دلوقتي بقى ايه؟ نجيب طبق ونعمل كل المكونات الجافه مع بعض. انا دلوقتي محضره كوبايه اهي، الكوبايه اللي هعاير بها دقيق الذره هعاير بها الدقيق التاني، هي نفس المقدار. وجايبه معايا زي مصفى صغيره كده عشان برضو انخل الدقيق، عشان ايه؟ يديني هوا كده يخليه من جوه مفرغ كده. دلوقتي انا اهوت هفضي معاكم الدقيق. احنا قلنا كوبايتين دقيق هياخدوا قصادهم كوبايه من الدقيق العادي، يعني كوبايتين دقيق ذره هنحط قصادهم كوبايه من الدقيق العادي، فاهوت عشان تطلع هشه. هي طبعا الدقيق نضيف مفيهوش اي حاجه، احنا الغرض من كده ايه؟ ان احنا ندخل فيه هوا
عشان يطلع معايا هشه ومرفوعه وطعمها جميل. جربيها ومش هتندمي. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش بقى تحطي لي لايك من ايدك الجميله كده اهو. والمكونات انا هحطها لكم برضو في صندوق الوصف عشان لو حابين تعملوها ولا حاجه تجربوها يبقى المكونات قدامكم اهو. كده انا حطيت اول كوبايه اهو قدامكم تمام. ماشي، بس هو عشان البتاعه بس فتحاتها ضيقه فمتنخروش بسرعه اهو. هبدا احط 2 كوبايه من الدقيق الذره معايا اهو برضو اهو اهو تمام اهو. دي تاني كوبايه اهي هنخلها واحط عليها كوبايه من الدقيق العادي وبرضه انخله وارجع لكم تاني عشان اقول لكم انا عملت ايه اهو. كده يا جماعه انا دلوقتي نخلت الكوبايتين الدقيق الذره عليهم كوبايه دقيق من العادي. هفضي عليه البيكنج باودر اهوت تمام، كيس بيكنج باودر تمام اهو. قلب البيكنج باودر مع الدقيق الذره مع الدقيق العادي ماشي. وكل ده وانا مشغله الفرن، ما ننساش نشغل الفرن عشان يبقى دافي عشان لما نحط الكيكه ما تهبطش مننا. ودي من عوامل النجاح الكيكه، عوامل نجاح الكيكه زي ما انتم شايفين اهو تمام. في كمان تريكات كده بسيطه اقولك عليها، تحطي معلقه خفيفه كده صغيره من الخل اهو. دي ازازه الخل اهي، حطي معلقه صغيره كده على المكونات اللي هي السايله تمام. المكونات اللي هي السايله اللي انا كنت ضربتها في الخلاط اهي، هفضي على الدقيق بقى المكونات السايله اهي واحده واحده. برضو انا مش هفضي كله نبه واحده بحيث ان انا اشوف مستوى الكيكه اللي انا عاوزاه عشان ما تبقاش مني سايله قوي وما تبقاش حلوه وتهبط مني، لا هبقى متابعاها واحده واحده كده. محتاج تاني احط اهو. بس انا عشان مجرباها قبل كده يعني عارفه المكونات، عارفه ان المكونات ديت مظبوطه، فهتحتاج مني الكميه كلها تمام. وهبقى طبعا بقى مجهزه صينيه وعاملاها مسحها كده بالزيت اهو. براحة خالص، قلبي براحتك ما تخافيش اهو. المهم كل المكونات تختلط مع بعض ماشي عشان ما يبقاش في حاجه مكلكعه اهو اهو. شوفي بقى طعامه الكيكه ديت وهشاشنها وعاليه قد ايه وجميله وخفيفه، وهتجربيها مره مش هتبطليها تاني. يعني انا اول ما جربتها مره حبيناها بصراحه والاولاد حبوها، تبقى خفيفه معاهم في المدرسه لو هتحط لهم حته قطعه يعني في اللانش بوكس وكده، او يتعشوا منها بالليل. لان دي الذره صحي واحنا عارفين ان احنا دي الذره ده بندخله في حاجات، وبرده الناس اللي بتعمل دايت وكده تبقى خفيفه بالنسبه لهم. لان يعتبر انا حاطه كوبايتين دي ذره قصادها كوبايه واحده من الابيض اهو زي ما انتم شايفين اهو تمام. كده معانا اهوت الكميه هي يا جماعه كده اهوت. قلبتها مع بعض كويس اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكميه بتاعتها محترمه يعني عامله كميه كويسه. بصوا انا لقيتها عشان يبقى فيه مصداقيه، انا لقيتها تقيله شويه، حطيت بق ميه خفيف كده على الذره مكان ما انا كنت عامله السوائل والكميه بتاعتي ودوبته كده وقمت حطاه على الخليط كده زي ما انتم شايفين اهو اهو. ده ده القوام اللي انا عايزاه، لا تقيل ولا خفيف. خلاص هنفضيه بقى بعد كده ويا جماعه اهو كده انا مجهزه الصينيه اهوت وحاطه فيها الزيت مبطنه بالفرشه كده اهو في الارضيه. هفضي عليه الخليط
واهو مع بعض اهو. نفضي الخليط ونبدأ نحطه فين؟ في الفرن. الفرن شغال معانا اهو. نفضي الخليط اهو. بسم الله ما شاء الله. الكميه اللي انا قلت لكم عليها دي عامله لي صينيه محترمه يعني. غير والله العظيم اقسم بالله الطعم حكايه. هتشوفيها دلوقتي. هنحطها في الفرن. بتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع يعني بالكتير اهو. بحطها في نص الفرن وببقى قايده من تحت، قايده الفرن من تحت وطافيه الشوايه تمام. وفي نص الفرن كده وتبدا تاخد معانا تستوي لحد ما تطلع تاخد معانا لون. هنعمل كده نضغط كده خطوتين اهي. ادي الكميه بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مجهزه الفرن هحطها وبعد ما تستوي هوريها لكم، هطلعها واوريها لكم معاكم. وادي يا جماعه اهي الكيكه بعد ما طلعتها خلاص. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الشكل والمنظر. عملت معايا الكميه دي. هي بصراحه صينيه كبيره بس انا مش عارفه المسها بس عشان هي لسه طالعه من الفرن اهي. هنقطعها معاكم اهوت ان شاء الله عشان تشوفوا برضو اهو. التقطيعه دي بتاعتك زي ما انت عايزه، عايزه كبير عايزه صغير زي ما انت حابه اهو. بس مش عارفه امسك الصينيه لانها لسه طالعه من الفرن حالا اهو. انتوا شايفين اللون والشكل وما شاء الله الكميه قد ايه. الصينيه دي كبيره يعني، الصينيه معديه 30 او 30 تقريبا، بس هي عشان ممسوحه من عندي رقمها انا مش فاكره بالظبط. شايفين انا مش عارفه بس امسكها لانها بجد سخنه جدا 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 اهي. زي ما انتوا شايفين. وادي كمان حته تانية اهي. شايفين الشكل واللون والمنظر؟ شايفين اهو يا جماعه اهو. شايفين بجد يعني حاجه خطيره. جربيها ومش هتندمي بصراحه اهي. شايفين يا جماعه اهي. شايفه العلو بتاعها اهو وشايفه اللون والطعم حكايه. هتعمليها مره مش هتبطلي تجربيها تاني، والاولاد هيحبوها هيطلبوها منك على طول. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ومع السلامه.